صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ألذ واجمل صينيه رقاق، بجد ممكن تجربوها. الطريقه دي يا جماعه طريقه مامتي، معتمداها من زمان قوي. بصوا الجمال، مش قادره اوصف لكم بجد هي قد ايه رهيبه. حاجه كده تحفه، قد ايه مقرمشه من فوق ومقرمشه من تحت وطريه من النص، طعمها بجد تحفه. ولا كأنكم بتاكلوا فطير مشلتت، بجد هي فطير مشلتت احلى من الفطير كمان. بصوا الجمال، بصوا قد ايه لونها رهيب. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدا. معايا اول حاجه هنا الرقاق. الصينيه بتاعتي مقاس 30، هتاخد مني حوالي 10 رقاقات. ومعايا هنا بقى 4 أو 5 كوبايات من الشوربه دي يا جماعه شوربه لحمه. ممكن بقى لو مش متوفرة عندكم شوربة لحمة، مفضلش شوربة الفراخ، ممكن تحطوا مكعبين من مرقة اللحمة. زي ما قلت لكم، ممكن مكعبين من مرقة اللحمة او 3 مكعبات في حوالي 4 كوبايات من المية وتسيبوهم يغلوا. ولكن لو متوفرة عندكم شوربة اللحمة بيبقى طعمها رهيب. بصوا انا بمسك رقاقة كده بقى في بولة واسعة او في صينية واسعة، بالمعلقة كده. بصوا زي ما انتوا شايفين، بسقسقها كده بسيط خالص بالمعلقة عشان انا عايزاها مقرمشة. ولكن لو عايزينها طرية جدا فبقى بصوا، هاتوا صينية واسعة وانزلوا بالرقاق كلها في الصينية، بلوها كلها. طبعا انا هنا بسقسق رقاق كده، وجنبي صينية كبيرة كده بحط عليها الرقاقات. وطبعا مش فوق بعض، لا، انا موزعاهم في الصينية تكون واسعة. وزي ما قلت لكم انا عايزاها مقرمشه، فعلشان كده انا بسقسق بالمعلقه بسيط خالص. وكمان في حتت كتير قوي في الرقاقه ما طالتش منها الشوربه، والشوربه تكون سخنه، وظابطين فيها طبعا الملح وظابطين فيها كل حاجه، هي طعمها حلو علشان تطعم الرقاق بتاعنا. بصوا، وهنعمل كل الكميه بنفس الطريقه. ولكن الناس اللي عايزاها طرية زي ما قلت لكم في البداية، بتغطسي الرقاقة كلها في صينية تكون واسعة عشان يطرى معاكي خالص. طبعا احنا ممكن نحشيها لحمة مفرومة، ممكن بواقي لحمة عندنا بنعملها زي لحمة الشاورما مع بصل كده وفلفل، وبنتبلها وعلى النار بقى كده بنديها تشويحة. وممكن نحشي في النص زيه زي الجلاش المصري، عملته معاكم قبل كده. ولكن انا بفضل ان هي تكون سادة، انا بحبها سادة، بتبقى عاملة زي الفطير المشلتت. تقدروا تفطروا بيها، تقدروا تاكلوها مع الشاي، تنفع في كل الحالات. بصوا، ومعايا هنا الصينية بتاعتي مقاس 30 زي ما قلت لكم، ممكن صينية اكبر مفيش اي مشاكل. ومعايا هنا بقى نص كوباية من زبدة جمسي. الزبدة البيضة دي انتوا عارفينها بتنقل الوصفة بتاعتنا لحتة تانية خالص. بصوا انا بقول لكم، انا اخترت لي الزبدة بدون اضافة زيت وبدون اضافة اي نوع تاني من السمنة، علشان ده بينقله معايا فطير مشلتت. ببدأ بقى كده طبعا قاع الصينية دهنته دهنة كبيرة من الزبدة، وبالفرشة بتاعتي، وما بين كل واحدة وواحدة، يعني مش زي الجلاش ما بين كل 2 أو 3، لا، ما بين كل واحدة وواحدة. وبدهن كده بالفرشة سمنة أو زبدة. وهننزل بقى بكل الكمية بتاعتنا. اهم حاجة تاخدوا بالكم منها ان انتوا بتخلوا واحدة سليمة قوي بتتحط طبعا على الوش كده، وواحدة برضو سليمة ما فيهاش اي قطعة بتتحط في قاع الصينية. انما بقى اي رقاق معاكم مكسر مقطع بتحطوه في النص، ما فيش اي مشاكل. بس بنخلي 2، واحدة على وش الصينية، واحدة في قاع الصينية، بيكونوا مفهومش اي حاجة سلام، علشان تبقى طالعة مساوية بعضها زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. وطبعا بندي للوش كده دهنة محترمة، ومن جناب الصينية، من الجناب عشان تطلع مقرمشة. وهنا بقى كنت دخلتها الفرن على درجة حرارة متوسطة، خدت لون كده من تحت، ما بشغلش الشواية اطلاقا. وطلعتها بقى هقلبها. بصوا زي ما بتقلبوا الكنافة بالظبط. هنقلبها بقى وبعدين هنديها وش
على الناحية التانية برضو في الفرن. الفرن يا جماعة درجة حرارة متوسطة بدون تشغيل الشواية. انا ما بشغلش الشواية عشان الشواية بتاعتي سخنة قوي فممكن تحرقها. بصوا الجمال يا جماعة، فطير، اقسم بالله فطير. بس وهنا هنرجعها في الصينية تاني. وطبعا برضو نزلت في الصينية بتاعتي بدهنة زبدة، وهدخلها الفرن تاخد وش وهنخرجها على طول. بصوا وهنا كانت خدت وش بقى على الناحيتين. بصوا الجمال بقى. قطعوها بقى، طبعا انا هقطعها بالشكل التقليدي، الشكل المثلثات. ممكن تقطعوها اي شكل تاني انتوا تحبوه، ممكن تحشوها باي حشوة انتوا عايزينها، بس انا بحبها طبعا كده. الطريقة دي انا معتمدها من مامتي زي ما قلت لكم في بداية الفيديو. بصوا قد ايه واخد لون رهيب، لونه كده تحفة، ومقرمش من فوق وناشف، مقرمش برضو من تحت.